تعرفون شنو أول فيديو نزلته بالقناة؟ هم يصير عندك فضول تعرف شنو أول فيديو فكرت أنزله بقناتي؟ ضايج طبعا. بعد وين يولي بهالزلق. حبيت أسلم عليكم on the YouTube. شنو كل ساعة. المهم تعرفون العراق ضايج قاعد هنا بالبيت. ما عليكم يلا باي باي شباب. هذا أول فيديو نزلته بقناتي. سويته وما أعرف على شنو سويته وما أعرف ليش صورته وشنو الغاية منه، ولحد هسه هذا الفيديو موجود بقناتي ومحتفظ بيه، بس خافيه لأن الفيديو خزي، بس ما استحي اشوفه الكم. وعرفت حتى تعرفون هذا الانسان اللي ما كان يعرف شنو يحكي صار عنده 5 مليون متابع. دايم يا الحماس. يابا ليش ما تحط لي موسيقى تحفيزيه؟ ليش هيك الفيديو ناشف؟ عبالك بيه ابو صفار. وعرفت حتى تعرفون انه هذا الانسان اللي ما كان يعرف شنو يحكي صار عنده 5 مليون متابع. شغل لي هالهوله على عناد اللي يكرهني. ولو اني ماكو واحد يكرهني، كلكم تموتون علي. تدرون نسبة التعليقات بقناتي 0، حرفيا 0. وانا يمكن اليوتيوبر العراقي الوحيد اللي اذا تبحث بتعليقات فيديوهاته ما راح تلقى ولا تعليق سلبي، كلها تعليقات ايجابية. على الرغم انه انا قبل كنت اعاني من هذا الشيء، بداية قناتي كان اكو هواي ناس ينتقدوني، هواي ناس يسبوني، بس شوف التغيير جذري من 80% تعليقات سلبية الى 0% تعليقات سلبية، وهذا انجاز. اليوم انا فرحان بشكل مو طبيعي. ما اريد احتفل، خلي اجيب الكيكه واجي. اوه اكبر كيكه بالعالم، اكبر كيكه بالعالم. اوه ماي جاد. الله تلخبطت. هاي كيكه مال واحد واصل 5 مليون بشرفكم. هاي جداحه مال واحد واصل 5 مليون. هاي شمعه مال واحد. لا خلاص على الراجل. وصلنا 5 مليون وقاعد احتفل وحدي. ليش يا ربي ليش يا ربي شنو هالحالة الزرباب. شغل لي من يمك النور، الجدر عالطباخ يفور. يا ريت هالساني يمي بكر خالد المحصور. إذا ما تحبني يا حبوب روح أحسن لك شوف سبونج بوب. ترى أني يسموني ملك اليوتيوب. الله أتمنى يصير عندي طيارة وأحطها بالسطح. بديت من الصفر. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة، أحوالكم، أموركم، حياتكم؟ وحدي من لا شيء. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ منورين، أهلا بيكم. مفتهمين غلط. ما يفيد، لا تتعب نفسك. بديت بدون خبرة. أستاذ أخوي بالمستشفى راح يموت. ايوه هسه ايش رايك؟ أريد فلوس حتى تسوي له عملية حتى نودين. زين أريدك تبوق. الجو محمد. اخوان خلينا اليوم نتكلم عن الصداقة. اهلا وعليكم السلام. انا لازم احكي. شو اسمكم من وين؟ هذا خلصت بنزين، حرك جيبك. امك ماتت محروقة. سمعت؟ ماتت محروقة. يا يتيم. وبديت اصعد شوية. اليوم يوم الانتقام. اليوم راح يسوي مقلب بعمار. ما كان هدفي لا فلوس ولا شهرة، كان هدفي استمتع. شنو اسم امك؟ شنو ما الزفرة؟ اراد لنا مقلب قوي. قولونا شو نسوي؟ السلام عليكم. ما في دول هالشعر ميشته؟ ايش بيك؟ شو وضجتي؟ شنو هاي؟ شو وضجتي؟ صحيح بالبداية تعبت فوق ما انتو تتصورون. خليني قاعدة. أنا ما أتزوج إلا على الانسان. وشو الفرق بيناتهم يعني؟ يلا
حتى ما كان عندي فلوس اشتري كاميرا، بس الإرادة تصنع المستحيل. ملك اليوتيوب العراقي ما داعي تنضغط. انا اسمي علي شاكر، انا اسمي علي شاكر. شكرا على 5 مليون متابع. انا ماخذ النصيحة من مجموعة عاجزين، اللي ينصحني اكيد خل بالاول ينصح نفسه. ارفع لي ايدك، انا اللي سيدك، انا اللي فني مصنف من الرواقي. لو حابب تسأل الناس اللي تشوفوني، اكيد الجواب يوميات واحد عراقي. ارفع لي ايدك، انا اللي سيدك، انا اللي فني مصنف من الرواقي. لو حابب تسأل الناس اللي تشوفوني، اكيد الجواب يوميات واحد عراقي. حلم وتحقق من الصفر بدون ما توسلت بحد وقلت له ادعمني، بدون اي اعلان ممول. كونت هاي العائلة اللي هي انتو. احتمال بالبداية كان محتوايا مو شي، بس حاليا بدي اتطوره شوية شوية، وكل ما اطور بيه دا الاحظ دعم منكم مو طبيعي. دا الاحظ انتو حابين المحتوى اللي بيه رسالة، حابين الفيديو الهادف. قبل كانت اكو فكرة ببالي، كنت اقول المتابعين دائما يحبون الاشياء السخيفة، لان كنت اشوف شكو فيديو سخيف وما متعوب عليه، اشوف مشاهداته كلش عالية، وكنت من انزل فيديو متعوب بيه ما حد يشوفه، بس من اصور شلون ما كان قبل يطق الفيديو. بس بعدين عرفت المشكلة وين. المشكلة بينا احنا اللي عودناكم على هذا المحتوى الهابط، بحيث اي فيديو قوي راح تشوفوه تحسوه غريب، اي فيديو ما بيه عيوب ما راح تقدرون تعلقون عليه. بس انا قدرت اكسر هذا الحاجز، وبالفترة الاخيرة فيديوهاتي كلها متعوب عليها، من افكار ومونتاج وسيناريو. والمحتوى اللي بيه رسالة اللي قررت انزله خلى كل المتابعين يجوني من كل الفئات العمرية. قبل كانوا متابعيني اغلبيتهم اطفال، هسه متابعيني متنوعين واغلبيتهم كبار بالعمر. سؤال، كم واحد ابوه وامه متابعيني؟ كم واحد يشوفني وما عنده حساب باليوتيوب؟ اعرف هواي، صح لو لا؟ اليوتيوبر هو اللي يحدد جمهوره، واليوتيوب بقوانينه يخيرك. اي فيديو تنشره يقول لك هل هذا الفيديو موجه للاطفال ام للبالغين. بس اني حتى هذا القانون قام ما يمشي عندي، لان قدرت اكسب الطرفين. حاليا اللي دا يشوفوني من عمر 6 سنوات لحد عمر 65 سنة، قدرت اشمل الكل. اتحداك هسه تروح لاي يوتيوبر تلقى كل اللي يشوفوه من جميع الاعمار، لازم تلقى فيديوهاته موجهة لفئة عمرية بس. وللعلم انا اليوم ما وصلت 5 مليون مشترك، لا، لان انا ما عندي 5 مليون مشترك، انا عندي ضعف هذا العدد، لان الناس اللي تشوفني وما مشتركة بقناتي اكثر من الناس اللي مشتركة بقناتي. عموما ما اعرف شنو اسوي بهذا اليوم، لازم يعني نحتفل، نسوي لنا شغله. شو رايكم لو اجاوب على اسئلتكم؟ ها هسه راح تقولي شلون راح تجاوب على اسئلتنا واحنا مساليك؟ سهله، مو اني اعرف اصلا اسئلتكم اللي راح تسالوها، لهذا السبب انا راح اسال نفسي واجاوب عليها. يلا نتحول الى متابع. علاو ايش قد عمرك؟ شوفوا اعرف هاي اسئلتكم. عمري 24 سنه. حلو، شو استفاديت؟ هيك كل شيء ما استفاديت. ها زين، لا تكمل. يا مواليد شبيك؟ صدق تحكي انت؟ ها اسف، ليش فتحت قناه حتى انزل بيها فيديوهات؟ شو وقت تحس نفسك حيوان؟ من اتزوج واضرب مرتي. شنو اكثر اكلة تحبها بحياتك؟ ماكو اكلة محددة، يعني كل الاكلات احبها، بس اهم شيء ما يكون بيها بصل. وعلى فكرة سؤالك مو منطقي، لان مستحيل الانسان يحب اكلة واحدة بس، لان هاي الاكلة اللي تحبها واختارتها افضل اكلة بالعالم، اذا وكلك اياها يوميا راح تلعب نفسك منها. وحتى سالفة الاغاني مال شنو اكثر اغنية تحبها بحياتك، ماكو هيك شيء، لان الاغنية اذا ظلت تسمعها يوميا راح تمل منها. كل أغنية إلها وقت وكل أغنية إلها مود. هوب على كيفك، صارت أشياء مستحيل تفكر بيها. شو أسوي؟ تجرب دمي. شنو أغلى شيء اشتريته بحياتك؟ لابتوب اشتريته ب 3000 دولار بالأقساط. ايش دعوة؟ لك محمل عليها، هي سعرها 2500 دولار، فالآن بالأقساط تشملها 500 ووفيتها لو بعدك تقريبا. شنو أكثر دولة تحبها؟ تركيا. ليش؟ مو لأن رايح لها، بس شعبها خوش شعب وأمين، وما عنده سالفة نصب واحتيال، وعندهم أمانة مو طبيعية، وطبيعتهم وجوهم كلش حلو، وأسعارهم كلش رخيصة. والأحلى من هذا الشيء وين ما تروح تلقى جامع، وين ما تروح تسمع صوت الأذان، وهذا تقريبا ما يحسسك بالغربة بنسبة 75%. ايش دا تحس من انت دا تسأل نفسك وتجاوب روحك؟ احس نفسي مخبل. المن تحب اكثر، امك لو ابوك؟ امي. اسف بابا، اعذرني. اكذب عليك تريدني واقول لك ها والله اثنيناتهم نفس الحب؟ لا لا لا، امي اكيد طبعا. الرسول قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك. روح للرسول احكيها، انا مالي علاقة.
زين ايش معنى تحب امك اكثر من ابوك؟ يعني ما متقرب من ابويا بقد ما متقرب لامي. امي احكي لها على كل شيء، وهي اللي تشوف الفيديو قبل ما انزله لكم وتقيمه، واذا كان بي اغلاط تقول لي عليهن. لوف يو مام، لوف يو. بعدك تاخذ منه لك مصرف؟ لا. شو وقت اخر مرة اخذت منهم فلوس؟ صار لي تقريبا 4 سنوات ما ماخذ منهم ولا فلس. شعور كلش حلو من تشوف نفسك انت مسؤول على نفسك، وبنفس الوقت شعور يضوج. يعني انا عاجبني ابقى طفل، ليش دا اكون مسؤول على نفسي؟ يعني ابسط شيء اذا طلعت بالشارع وشفت الدكتور فبطنك قاعد توجعك فتقول ها يلا خل اروح اطب هذا الدكتور افحص، بدون ما يدرون اهلك اصلا. بينما قبل كنت اروح لامي واقول لها يمه بطني توجعني، تقول لي هاي يمه اخذك للدكتور. هسه ماكو. شعور حلو من تحس انه انت مالك علاقه. وعلى فكره كل انسان بيكم راح يمر بهاي المرحله، انه يكون مسؤول على نفسه، هو المتحكم بقراراته. وهاي الفكره اللي هسه دا احكيها، اللي انت اولتها راح تكون مسؤول عن قراراتك. اكو ناس كوما ينتحرون. ليش؟ لانه والله متعرضين للعنف اسري او متعرضين للسجن ببيوتهم، فوالله ينتحر. لا غبي قلت له باكر عقبه راح تكبر وتكون انت سيد قرارك. يما اني بعدني طفل اعطيني فلوس، اعطيني يوميتي. صار لي 4 سنوات ما اخذ منك ربع دينار. خو ابويا غير مشتاق للالف مالتك. هواي حكيت، سوري. شنو رايك بالحب بمواقع التواصل الاجتماعي؟ اغلبيته فاشل، نادرا ما تلقى حاله واحده ناجحه. مرتبط؟ اي مرتبط واموت عليها وافتخر، وهدفي هو الزواج بالحلال. ترى اذا انت عندك جفاف عاطفي وتدور نسوان وابحث عن امراه مطلقه، وات ذا كمون تزوج بالحلال. والله العظيم لك فتشي تطلع وياها شو وقت ما تريد، تبوسها شو وقت ما تريد، ديم تسوي كل شو وياها بعلم كل الناس، حتى بعلم رب العالمين وبرضا رب العالمين. فتتخيل. شنو رايك بقنوات الالعاب العراقيه اهل الجيمنج؟ الاغلبيه تعبانين وما عندهم محتوى، خصوصا هذول اللي بس يلعبون ببجي. يعني لو تجي تقارن قناتي مال جيمنج بقنواتهم راح تحس انه اني جيمري ابا عن جد، وهذول كلهم من تشتري جيمري من باب الشرجي. مع العلم اني اخر واحد فتح قناه مال العاب، وفتحتها مو على مود الارباح، لا مثل ما هم دا يسوون. وفتحت هاي القناه حتى دا انقذ هذا الكوميونتي اللي راح ينزل بالحضيض. تقدرون طبعا تشوفون قناتي مال العاب، عندي قناه ثانيه اللي متابعني هنا اروح تابعها، قناتي تشوكشق مال العاب اسمها يوميات واحد جيمري. والالعاب اللي انزلها هناك كلها قصص، يعني عبالك تشوف مسلسل. هناك تلقى مسلسلات بقناه الجيمنج، ما تلقى ببجي مسلسلات تشوف مسلسل. وعلى فكره انا متابعيني مو كلهم يحبون الجيمنج، بس خليتهم يحبون الجيمنج والالعاب بسبب انه انا نزلت لهم العاب كلها قصص مو بس لعب وتباع واتف. شنو هالملل؟ متابعيني هناك اكثريتهم بنات، وبنات قاعدات بالبيت وما عندهم لا بلاي ستيشن ولا يعرفون باجهزه الكونسل ولا يعرفون شيء بالبي سي. وتخيل هذول الفئه من المجتمع خليتهم يتابعون جيمنج. قاعد تتخيلوا خليتهم يشوفون فيديو طوله اكثر من ساعة. ترى هذا انجاز، يعني هاي اضافة لاهل الجيمنج المفروض يشكروني عليها. احتمال من ورايا راح يجون يتابعوكم. ايش قد قياس حذائك؟ 42. ايش قد طولك؟ 167. قزم ترى عادي، طولي طبيعي. اكثر لون تحبه؟ سمائي. ليش؟ لون هادئ وحلو يفتح النفس. يعني حتى اذا عندك غرفة تريد صبغها ابيض وسمائي، دام يا الشكل راح يطلع يشكشق. ليش تقول على نفسك ملك اليوتيوب؟ مو انا اللي اقول على نفسي ملك اليوتيوب، الناس اللي تقول. ابحث باليوتيوب اكتب ملك اليوتيوب العراقي راح يطلع لك اني. وهذا اللقب من زمان موجود من قبل لا اجي اني. يعني تقدر تقول اخذت التاج، واحتمال التاج يروح لغيري، لان هي منافسة وتحدي بين القنوات، كل من يبرز قوته. ليش عندك شامة بخشمك؟ انت ليش عندك شامة بخشمك؟ انا ما ادري، دا اسالك. اسال نفسك لا تسالني. هو انا دا اسال نفسي. اسالها قول ليش عندك شامة بخشمك؟ ليش عندك شامة بخشمك؟ انت مو عندك شامة بخشمك. عندي. اسال نفسك ليش عندك شامة بخشمك؟ مش اطلع برا. ايش راح تصير من تكبر؟ شايب؟ ايش قد تحصل فلوس من اليوتيوب؟ على حسب، يعني ايش قد ما انزل فيديوهات ايش قد ما احصل. انت بخيل؟ لا، كلش احب اصرف. اذا ضجت وحبيت تتونس وين تروح؟ للمطاعم. شنو احلى مطعم رحت له؟ هذا اعلان ممول راح يصير. ايش قد نسبة حبك القاسم الملاك؟ على المستوى الفني 0، بس على المستوى الشخصي ما اعرفه، فهم 0. امك هم فرحت بيك من جابتك؟ يقولون ما ادري. وابوك؟ ابويا كان عنده شغل ما حد شافه بوقتها، احتمال كان فرحان. ليش تحب تغني راب؟ لان ما بي قيود، تحكي بيه اللي تريده وتعبر عن رايك بكل قوه. هيفاء حسوني لو همسه ماجد، تيسير العراقيه. بكر خالد لو نزار الفارس، ابو علوش ابن العراق. شيرين لو اليسا، اسراء الاصيل. نور الزين لو جلال الزين، ماكو فرق، اثنينهم زينين. ماجد ياسين لو كاظم مدلل، اماني علاء. يسراوي لو يمناوي، وانت نفسك صدق.
ايه شنو اغرب شغله سويتها من كنت صغير؟ والله كان ابويا مني يجيب موز، يجيب على عدد الاسره، فاني الموزه مالتي اكلها على كيف على مود لا تخلص. شنو اكثر شيء تكرهه؟ من نطب للحمام والقى ابو بريص. اكثر حيوان تحبه؟ اكو واحد يحب حيوان؟ هم صح. طماطه لو خيار؟ خيار. خيار لو خس؟ خيار. خيار لو رقي؟ رقي. رقي لو بطيخ؟ رقي. رقي لو تفاح؟ رقي. رقي لو عسل؟ رقي. دهاك هاي لعد. رقي لو كباب؟ كباب. الحمد لله. كباب لو معلاق؟ معلاق. معلاق لو لفه قص عليها طماطه وصاص بصمون حجري حار؟ لفه قص عليها طماطه وصاص بصمون حجري حار. لفه قص عليها طماطه وصاص بصمون حجري حار لو بيتزا؟ لفه قص بيها طماطه وصاص بصمون حجري حار. لفه قص عليها طماطه وصاص بصمون حجري حار لو فلافل؟ فلافل. فلافل لو كافي؟ سجل لزقت؟ اوكي. منين تحب تنباس؟ من قصتي. تصلي لو لا؟ مو هسه توضينا لو دا تغشم نفسك؟ لا دا اغشم نفسي. لا لنقي لو 5 مليون انسان دعم هاي القناة، وان شاء الله احنا كلها نوصل ل 10 مليون. احبكم كلش هواي. انتظروني فيديوهات جديدة انتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله. طبعا اللفة الشهية باع رهيبة.